الأهلي وبيراميدز مباراة ممكن تغير شكل الدوري كله، والمثير إنها مش بس مباراة 3 نقط، دي مباراة مصير لمدربين. الأهلي بعد 3 مباريات معاه 5 نقط بس، أداء مهزوز جدا. ريبيرو متمسك بأفكاره لدرجة العين وعنده أزمة واضحة قدام الفرق اللي بتتكتل دفاعيا، ولو خسر الماتش ده ممكن يكون الأخير ليه مع الفريق، خصوصا إن الأهلي استقبل 3 أهداف في 3 مباريات، وده رقم مش مقبول خالص، ومحتاج الفوز بأي طريقة عشان يفضل في السباق ويعطل منافس مباشر ليه. أما بيراميدز البداية أسوأ من المتوقع، 4 مباريات 5 نقط بس وأداء باهت جدا. يوريتيتش متعصب كعادته، لكن المرة دي من غير أي نتائج أو أداء. الفريق واضح إنه دخل في حالة تشبع بعد الموسم الكبير اللي قدمه، وده بيخلي مصير المدرب الكرواتي على المحك. الخسارة قد تعني الرحيل، المشكلة إن في غيابات مؤثرة كمان. بيراميدز هيفقد الشيبي للإيقاف، ورمضان صبحي ومصطفى فتحي للإصابة. الأهلي برضه عنده غيابات مهمة، مروان عطية، ياسر إبراهيم، محمد شكري وياسين مرعي هيغيبوا للإصابة، وإمام عاشور لسه موقفه مش واضح. مباراة هتغير كتير، هتحدد شكل المنافسة وهتحدد مصير مدربين في نفس الوقت. السؤال ليك، مين هيكمل ويفوز، ومين هيكون الماتش الأخير ليه على الدكة؟